المشاهدون الأكارم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد. والبداية بالعناوين. هيئة الغابات والحياة البرية تنظم زيارة تفقدية. الإريتريين المقيمون في مختلف الدول ينظمون أنشطة دبلوماسية شعبية. صيانة طريق نفاسيت دقة محري. قتلى وجرحى بهجوم على شركة أمنية بريطانية في كابول. رئيس أوكرانيا يتهم بوتين بالسعي لضم بلاده لروسيا. وبدء جولة جديدة من مفاوضات استانا. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظمت هيئة الغابات والحياة البرية زيارة تفقدية في الفترة من 19 وحتى 24 من نوفمبر الجاري، شارك فيها 100 من خبراء التنمية ومراقبة الثروة الغابية والحياة البرية. وأوضح مسؤول فرع القسم في التنمية والغابات في هيئة الغابات السيد موسى روبيل الهدف الرئيسي من الزيارة هو تفقد الأنشطة الجارية في مختلف مناطق البلاد للوقوف على برامج التنمية والثروة الغابية والحياة البرية وتبادل الأفكار وتوحيد العمل بين الأعضاء. وأشار السيد موسى إلى أن الأعضاء سوف يقومون بزيارات مماثلة للمحميات ومراكز الشتول ومواقع التشجير والمدارس والمعابد والسدود الكبيرة وغيرها من المناطق التنموية في أقاليم البلاد الخمسة المتبقية، إضافة إلى إقليم جنوب البحر الأحمر. وتفقد التجارب الاستثنائية في المناطق الخاصة مما يساعد ذلك في اكتساب تجارب كبيرة. وذكر المشاركون في الزيارة لأهميتها بالنظر إلى الأهداف الرامية إليها، كما أثنوا على التنوع الذي تعرفوا عليه والاختلاف والتباين بين المناطق المختلفة. وحذر مسؤول الغابات والحياة البرية السيد أبرهاق جرزاء المخالفين الذين يتسببون في هدم الغابات والحياة البرية للحد من تلك المخالفات، مناشدا المواطنين أيضا لتعزيز مشاركتهم وتعاونهم للحد من الظواهر السلبية. نظم الإريتريون المقيمون في جنوب السودان وجنوب أفريقيا ودول إقليم جنوب أفريقيا واللذانة السويسرية وبولونيا الإيطالية برامج دبلوماسية شعبية. ووفق المعلومات الواردة، التقى سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخري مكيئيل بوزير خارجية جنوب السودان السيد دانيال، وتباحث معه حول العلاقات الثنائية. وناقش الجانبان في اللقاء حول العلاقات الأخوية والتاريخية للشعبين وتطوير عملية تنفيذ البرامج الموضوعة. كما أوضحت الجالية الإريترية في أنغولا أن العهد الجديد يعوض الشعب الإريتري ويؤكد أمانة الشهداء الأبرار. وقد تبرع أعضاؤها $6565 لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وعبر سفير إريتريا في جنوب أفريقيا ودول إقليم جنوب أفريقيا السيد صالح عمر، إضافة إلى رؤساء الجاليات في أنغولا وزامبيا وزيمبابوي في اللقاءات التي عقدوها بمناسبة رفع الحظر الجائر غير القانوني، عبروا جميعهم عن فرحتهم مؤكدين بأن ذلك الذي تحقق جاء بفضل صمود وتصدي الشعب الإريتري. كما أكد الإريتريون المقيمون في بولونيا الإيطالية جاهزيتهم في الاحتفال الذي نظموه بمناسبة رفع الحظر غير القانوني لإنجاح حملة التنمية. كما أشارت المعلومات الواردة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن لجنة مساعدة أسر الشهداء في لوزان السويسرية تبرعت $10,000 لصالح أسر الشهداء. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين في 26 من نوفمبر الجاري في مدينة بارنتو سمينارا حول مسؤولية الشباب للمرحلة القادمة. وفي السمينار الذي عقده السيد صالح للموظفين الحكوميين في المدينة، أوضح بأن الإنجازات الدبلوماسية والسياسية التي تحققت نتاج الجهود المبذولة ووفاء الشعب الإريتري وقيادته، داعيا الشباب إلى تأكيد المرحلة بجاهزيتهم لإعمار البلاد. ذكر السيد صالح بأن بناء مواطن كفؤ ووفي أمر رئيسي وأساسي يرتكز على برامج التنمية الوطنية وبناء الشباب، داعين الشباب لتعزيز تأطيرهم بالتركيز على المبادئ والقيم المجتمعية الأساسية. في غضون ذلك أشار اللقاء المماثل الذي عقد في مدينة سيناء أنه ينبغي على الشباب العمل بتأطير قوي لضمان مستقبلهم وإنجاح برامج التنمية، مستفيدين من المرحلة المبشرة الآنية.
من جهته أوضح مسؤول التنظيم السياسي في فرع الشباب بإقليم القاشبرك السيد مارقوس قرمازين في اللقاء الذي أجراه مع طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية أنه يتطلب جهود الشباب في تنشيط وتعزيز برامج إعمار البلاد الذي لم يكن كما خطط له نتيجة للعدائيات التي استمرت ل20 عاما. وقال السيد مرقوس إن الاستثمار الجاري في التعليم الأكاديمي والمهني يهدف إلى بناء شاب كفؤ، مناشدا الشباب القيام بالعمل الدؤوب مدركين أهمية ذلك. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية عن صيانة طريق نفاسيت دقم حريب بالتعاون مع شركة البحر الأحمر العامة للبناء والتنمية، وتشمل الصيانة توسيع الطريق وبناء جسور حديثة وتسوية الجسور التي امتلأت بالطمي. وذكر سكان منطقتي لاعين وماي حبار في مديرية جندع عن أهمية الطريق في الكثير من البرامج الاقتصادية واستقرار المواطنين، مؤكدين على استمرارية نشاطهم حتى تتم عملية الصيانة بالكامل. وتشمل مهام الصيانة الجارية بالقدرات الذاتية للسكان على صيانة مجاري السيول وبناء قنوات حديثة، إضافة إلى استصلاح الأراضي التي جرفتها السيول. كما أشار مراسل وكالة الأنباء الإريترية إلى تبرع سكان لاعين ب20 من الماعز، وسكان نفاسيت ب10، وسكان ماي حبار ببقرتين، ومدير كنيسة الأب فيلبوس أبا أفورقي ب3 عجول للمساهمين في العمل. دعا فرع السياحة في الإقليم الجنوبي مؤسسات المرافق الخدمية في الإقليم لبذل جهود حثيثة من أجل تعديل الأسعار مقارنة بالمساعي الجارية لتحسين الاستضافة. وأوضح مسؤول الرخص والمراقبة في الفرع السيد يوهانس اسكودوم بأن المرافق الخدمية تظهر تحسن في حسن الاستضافة، منوها لإعادة النظر فيما يتعلق بتعديل الأسعار. وذكر السيد يوهانس بأن الربح الأكبر هو ارتياح للزبائن، مناشدا أصحاب المؤسسات إلى تقديم خدمات جيدة والاتسام بالقناعة بدلا من الاتصاف بالجشع بتقديم خدمات غير معقولة. وقال المستفيدون من خدمات المرافق الخدمية ورغم أن استضافة المؤسسات جاءت تتحسن، إلا أن عملية تعديل الأسعار تتطلب المراقبة المشددة واتخاذ خطوات مناسبة. من جهتهم أشار أصحاب المرافق الخدمية لأنهم خفضوا الأسعار بالتركيز على انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية، موضحين بأنهم سيخفضون الأسعار أكثر في حال استمرت أوضاع المواد الاستهلاكية. في غضون ذلك دعا مديرية النقفة السيد يعقوب إدريس أصحاب المؤسسات التجارية لتعزيز مساهمتهم في إنجاح البرامج التنموية بتقوية تأطيرهم. جاء ذلك في اللقاء الذي أجراه مع أصحاب المؤسسات التجارية، وذكر أيضا بأن البرامج الموضوعة للتنفيذ لا تحقق الهدف المنشود دون العمل الموحد والمشترك، مما ينبغي تعزيز مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة. هذا وتوجد في مديرية نقفة حوالي 270 مؤسسة تجارية. أعلن في مديرية عدخالة عن تسيير أعمال حثيثة لفعالية برامج تعليم الكبار ومكافحة انتكاسة الأمية في المديرية. وقال الأستاذ برهان دبرزين مسؤول متابعة تعليم الكبار في المديرية في الاجتماع المنعقد لتقييم أوضاع تعليم الكبار أن البرنامج يحقق نتائج جيدة ويشارك هذا العام في 17 نقطة 842 من النسوة، مناشدا إلى تعزيز تعاون الإدارات والاتحادات الوطنية لمكافحة الانتكاسة وإنجاح البرنامج. من جهته أشار مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ تسفاي سبهتو إلى النتائج الجيدة التي تحققت في محو الأمية بفضل الجهود الموحدة لكافة الجهات الحكومية، موضحا الدفع بقوة للحفاظ على الإنجازات المحققة وتسيير أنشطة فعالة أكثر من ذلك. وذكر مديرية عبدخال السيد عند مسقل أتحنوم الطالبات خاصة لبذل مساع حثيثة ليس من أجل المساهمة وحسب، وإنما من أجل المنافسة وتعزيز الطلاب مساهماتهم، مؤكدا وقوف إدارته للقيام بدورها. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا.
وعلى الصعيد العالمي بدأت في إستانا اللقاءات الثنائية في إطار الجولة 11 لاجتماعات الدول الضامنة بشأن سوريا. وذكرت مصادر أن تركيا والمعارضة السورية ستقترحان الانتقال من اتفاق خفض التصعيد إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بمناطق سيطرة المعارضة. وجرى اللقاء الأول بين ممثلي روسيا والنظام السوري، كما التقى وفد النظام برئاسة بشار الجعفري وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف، وعقد الوفد جلسة مغلقة أخرى مع الوفد الإيراني. وقال المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرتوف قبل بدء الاجتماعات إنهم سيبحثون تشكيل اللجنة الدستورية والوضع في محافظة إدلب ومشاكل اللاجئين ومكافحة الإرهاب. ووصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا إلى الفندق الذي يحتضن المفاوضات. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ديمستورا سيسعى للتوصل إلى نتيجة ملموسة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، مضيفة أن الاجتماع يأتي في إطار عملية جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن 2254. اتهم الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لضم أوكرانيا بأكملها. ودعا المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في مقابلات مع وسائل إعلام ألمانية إلى مساعدة كييف في الأزمة. ووقع الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو قانون الطوارئ الذي أقره البرلمان في أوكرانيا بعدما احتجزت روسيا 3 سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وقالت روسيا أن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني، وهو ما نفته أوكرانيا بشدة. ودعا بورشينكو ألمانيا أكبر وأقنى مشترى للغاز الروسي إلى وقف بناء خط أنابيب بحري للغاز يسمح لروسيا بتزويد ألمانيا بالامتدادات مباشرة دون المرور بأوكرانيا. من جهته اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني بافتعال مواجهة بحرية مع روسيا في البحر الأسود في مطلع هذا الأسبوع بهدف زيادة نسبة التأييد له قبل انتخابات مقررة العام المقبل. وأكد بوتين خلال منتدى مالي في موسكو أن الغرب مستعد للصفح عن أخطاء ساسة أوكرانيا، لأن ذلك يصب في صالح الرواية المعادية لروسيا والتي تروجها كييف. هاجم مسلحون مجمعا لشركة بريطانية توفر متعاقدين أمنيين في العاصمة الأفغانية كابول، فقتلوا 10 على الأقل وأصابوا 19 بعد ساعات من إعلان الرئيس أشرف غني على خططه للسلام في البلاد. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي بدأ عندما فجرت سيارة ملقومة خارج منشأة تابعة لمجموعة G4S الأمنية البريطانية قرب منطقة صناعية على الطريق الرئيسي المؤدي من كابول إلى شرق أفغانستان. ويؤكد الهجوم على المجمع وهو موقع شديد التحصين استمرار تدهور الوضع الأمني في كابول رغم جهود الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية لتمهيد الطريق نحو محادثات سلام مع حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على 17 عاما. وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب للصحفيين على هامش مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، حيث كرر غني دعوته للسلام مع طالبان: إنه لأمر مؤسف، وأحداث مثل هذه لن تزيدنا إلا إصرارا على تحقيق السلام. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لبدء محادثات سلام مع طالبان في أعقاب تعيين المبعوث الأمريكي الخاص للسلام زلماي خليل زاد، لم تتراجع وتيرة العنف الذي يؤدي بحياة الآلاف في أفغانستان كل عام. تعطل النقل العام وظلت السفن راسية في المواني مع إضراب العمال اليونانيين عن العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب. ودعت كبرى نقابات القطاع الخاص في البلاد إلى الإضراب الذي يستمر 24 ساعة للمطالبة بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور الذي انخفض بموجب 3 خطط دولية للإنقاذ المالي لليونان بدأت عام 2010 وانتهت في أغسطس الماضي. يأتي هذا الإضراب بعد إضراب آخر دام يوما
ودعت إليه هذا الشهر نقابة القطاع العام الرئيسية في البلاد للمطالبة أيضا بزيادات في الأجور ومعاشات التعاقد والتوظيف وخفض الضرائب. وحصلت اليونان منذ بدء أزمة ديونها عام 2009 على 260 مليار يورو في شكل قروض، وفي المقابل قامت بتسريح عاملين في القطاع العام ورفعت الضرائب وخفضت المعاشات في إطار إجراءات تقشف. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.